السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة تربية الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. احنا هنتكلم مع بعض النهارده عن الخلطات وازاي بنعمل خلطات بالنسبة للحمام. طبعا احنا عارفين لو احنا عندنا زغاليل بنبقى عاوزين الحمام أو الزغلول يبقى سمين شوية، فلازم ان العلف اللي موجود في الخلطة دي يكون كويس، وفي ناس بتعمل أعلاف مش كويسة. ومعانا الحاج مصطفى، هو هيعرفنا الدنيا كلها، وصاحب مصنع الرحمة للأعلاف، وبإذن الله عنده خلطة كويسة جدا، خلطة سوبر، خلطة الرحمة للحمام. وخلطة الناس كلها مجرباها، وهنوريكم ايه اللي بيحصل فيها وايه التركيبات اللي بتحصل وايه الحاجات اللي موجودة، وبعض الاسرار اللي بتبقى موجوده في الخلطات بقى هنتكلم فيها مع بعض. ازيك يا عم مصطفى؟ ازيك يا معالي الباشا، اخبار معالي ايه؟ تمام الحمد لله بخير. ازي حضرتك يا معالي الباشا؟ تمام الحمد لله. دلوقتي بالنسبه احنا لشغلنا بنشتغل في افضل خامات طبعا، عشان لازم يكون جوده كويسه جدا في كل الجوده. بنشتغل الذره البرازيلي، ما بنشتغلش الا البرازيل او ارجنتيني، ما بنشتغلش ذره تمام اوكراني، ما بنشتغلش اي ذره تاني. بالنسبه للعويجه بنشتغل عويجه كويسه طبعا، العويجه البيضاء حاجه كويسه. تمام. طبعا فول العوجه في كويس. نوعين اثنين. بنشتغل من الغليظه وبنشتغل من الحورس. اه تمام اه. وبالنسبه للبسله بنشتغل البسله الخضراء من المستورده النظيفه، ما بنشتغلش من البسله البيضاء او البسله اللي تعبانه. تمام شغلنا كلياته كويس بفضل الله يعني. وبالنسبه بقى للادويه بنحط حاجات تساعد بقى بريمكسات وفيتامينات ومضادات طب سموم، بالنسبه لمضادات السموم حاجات بالظبط. تساعد بقى على نسبه الانتاج. ولو في زغاليل مثلا ضعيف. كده بتظبطها ان شاء الله يعني بفضل الله من عند ربنا. يعني العلف بتاعكم طبعا تحفه. العلف بقى في الحمام اللي بيتحط في الخلطه غير العلف اللي بيتحط بره. احنا بنعمل علف حمام 17 بروتين مسجل بوزاره الزراعه، له تسجيله في وزاره الزراعه. تمام. وبنشتغل بيه، ما بنحطش بقى علف اللي هو المضروب اللي في السوق، مالناش دعوه بالكلام ده احنا. لان في ناس بتبقى تضيف او بتكبس ذره ناعم وكلام من ده، انت لا لا واخد لا بالك من لا لا، الكلام ده؟ احنا علفنا يا باشا بفضل الله موثق في وزاره الزراعه، ومعمول له تسجيله في مركز البحوث، وشغالين عليه يعني، مش اي طب حاجه تمام. وخلاص. طب بالنسبه للاضافات اللي بتبقى موجوده في الخلطه عباره عن ايه؟ او ايه الاضافات، الحاجات اللي موجوده من غير الحاجات اللي هي الاسرار الحاجات بتاعت الموجوده الخلطه بتاعتك؟ بقى بالنسبه للحاجات اللي هو مثلا عندك الذره، عندك الذره العويجه، عندك العدس، عندك بسله، تمام عندك قرطم، عندك فول. طبعا تمام. فول مش اي فول، فول برضو حاجه فوله نضيفه، كويسه يعني، في فول فوله نظيفه بتبقى طبعا، موجوده فيستا مسوسه للحمام. ايه. في الفوله اللي فيستا بتاعت لا مش الحمام. فيستا، احنا بنجيب فوله انجليزي حبايه صغيره، تمام بتبقى حاجه تمام. كويسه قوي. حاجه وبعدين نظيفه في يعني. يعني عشان يقدر الحمام او الزغلول ياكلها، مش تبقاش كبيره عشان الزغلول ما طب ياكلهاش ايه كده. المنتجات اللي عندكم تاني في شركه في الرحمه؟ بفضل الله في علف دواجن بادي ونامي وناهي، تمام. بفضل الله شغالين كويس قوي. فعندنا المزارع كلها بتاكل منه، حاجه كويسه جدا يعني بفضل بياض. الله. البياض عندنا بياض 14 وعندنا بياض 16 انتاجي. بياض 16 انتاجي عشان يساعد على نسبه البيض، ومعانا محطات كتير جدا شغاله معانا بيه ربنا بفضل الله من يزيدك. عند ربنا يعني الحمد لله. بس احنا وخطوطنا جايين نضيفه نتكلم قد في ما موضوع نقدر. زي الخلطه، عايزين بقى نشوف دلوقتي الخلطه بقى. الخلطه تحت امر حضرتك يعني. مثلا نيجي على الايه، بالنسبه مثلا للذره. تمام في تمام. الذره مثلا، نيجي على الذره الحصى. ما بنشتغلش مثلا على الذره الا الايه، الحاجه كويسه بفضل الله يعني. مثلا بالنسبه تمام. برضه للدش اهو، بالنسبه للدش برضه ارجنتيني يعني، حتى الدش اللي بنحط في الخلطه اه حاجه نظيفه مش يعني. مش وتقريبا باين اوكراني كده او للناس. كده. اه. ذره نظيف بفضل الله. نيجي مثلا على العويجه مثلا اهي. اتفضل اتفضل عادي. اه اتفضل يا باشا اتفضل. نيجي مثلا على العويجه. دي عويجه حرص حاجه كويسه جدا، بسم الله ما شاء الله يعني، بفضل ونعم عند ربنا. ولا فيها مشاكل ولا عفره ولا وساخه ولا حاجه من دي. تمام. بالنسبه برضو للبسله، مش اي بسله يعني. بص البسله، بالنسبه للبسله برضو حاجه كويسه جدا، خضراء، مفيش فيها باين حبايه برضه. بيضه ولا اي حاجه من دي. طبعا العطب اللي موجود في البسله بيبقى غلط، لا البسله اللي طبعا هي مفيش ميته اي والكلام ده عطب، كله. مفيش اي عطب. هي حبايه وبرضو كلها زي ما انتم احنا شايفينها، هي كلها حاجه نظيفه يعني. وبرضو احنا بنضيف مضادات السموم عشان لو في اي مشاكل يبقى احنا تلاشيناها تمام. لكن هي عدينا يعني. البسله احنا باينه برضو خالص، هي باينه خالص. بندي علاجات مقابل كده، وندي رافع مناعه يقوم يساعد الطير على كل حاجه بفضل الله. نيجي مثلا بالنسبه للعدس برضو حاجه محترمه. بالنسبه للعدس حاجه طبعا دي برضو العدس كويسه. اللي هي بتبقى فارزه، الناس واخده بالها من لا الكلام ده عدس يعني. درجه تانية مش ايوه درجه طبعا. اولى، مش اكل انا بني واخد بالي، ادمين. اه واخد بالي اه. ده عدس مش اكل بني ادمين، دي عدس درجه تانية. ده المخلفات وحاجه نظيفه يعني، حاجه مفيش حاجه فيها تراب نظيفه، ولا في فيها اي شوائب عفش لا. ولا فيها اي حاجه. وبرضه بفضل الله بنيجي برضه بعد كده من فيها بفضل الله يعني حاجات كلها كويسه، بتظبط الدنيا معانا شويه. حتى لو في مشاكل عند الحمام بنعالجها في نفس الوقت يعني حضرتك. بعدين الغربال بيغربل، بينزل على غربال عشان لو في نعمه في الخلطه، عشان لو في اي نعمه في خلطه الحمام يتشال منها. تمام. من الغربال اهو بيطلع اي ناعم، والدنيا تمام اهو، بيرفع فوق. الرجاله متعبي اهو خط التعبيه يطلع اهو. ده طبعا خط التعبيه بيعدي خط على السير، السير بيطلع العربيات على طول. تمام. صور قدام.
رجاله ها جدعانوا يا رجاله. الله ينور يا رجاله. بس يلا بينا خلاص. خط هناك التعبئه برضه بتاع بعدين نصور المكان. خلاص بقى. جوه دي كده مع الايه مع المكبس والخط وده خط التعبئه. وهتوقعوا عليها حاجه. وهتوقعوا عليها حاجه. سيب لك بالنسبه للمنتجات بتاعتنا يعني مثلا في علف اغنام ده 16% بروتين، حاجه كويسه جدا على التحويل بفضل ما عند ربنا. يعني ناس كتير قوي شغاله معانا بيه بفضل الله. حاجه برضو محترمه اهوت. تمام. في برضو علف بط برضو شغال في متداول ايدي الناس برضو. في برضو مواشي 11 تسمين. مواشي 11 تسمين برضو حاجه كويسه برضو بفضل الله. يعني حاجه برضو محترمه، هي مواشي 11 تسمين. تمام. بالنسبه برضو انت ما شفتوش بالنسبه للفول، الفول اللي بندخله على خلطه الحمام حاجه برضو كويسه اهو بفضل الله. مش اي كلام يعني، حاجه برضو بفضل الله حاجه كويسه، حبايه صغيره حاجه محترمه. بالنسبه برضو يعني بندخل برضو بقى من انضف بالنسبه بنضيف من انضف انواع البذره، بذره القطن. مش اي بذره برضو، مش اللي شغاله في السوق اللي هي التعبانه دي. حاجه 28% بروتين، يعني 28% بروتين البذره. في قشر الصويا برضو حاجه كويسه برضو 12% بروتين، حاجه برضو حلوه محترمه برضو قشر الصويا. انا برضو ده قشر الصويا اهو دي كله بيخش جوه الاعلاف اللي هو المواشي. وادي الرده برضو مش الشغل اللي في السوق، حاجه برضو محترمه بفضل الله يعني. تمام. برضو في بندخل برضو فول حته فول برضو، حته فول برضو بيخش يعني فيها هو حاجه برضو كويسه برضو بتخش على الشغل. تمام. ودي بيخش على شغل الغنم وشغل المواشي. وفي برضو زي ده برضو بيخش على شغل الحمام. انت واخد بال حضرتك؟ تمام. بفضل الله يعني. في برضو مواشي 16 اهيت، ممكن برضو تبص عليها برضو تشوفها معانا. بالنسبه للعلف البياض اهوت برضو حاجه بفضل الله يعني، بياض انتاجي 16% بروتين، حاجه برضو محترمه. في اللي هو برضو دي خلطه الحمام بتاعتنا برضو حاجه برضو كويسه. دي برضو حاجه دي حاجه برضو كويسه اهيت بفضل ونعمه من عند ربنا اهيت. بسله عدس شعير حاجه حلوه يعني بفضل الله يعني. تمام. يعني متكامل بفضل الله بكل الاصناف، بادي ونامي ناهي كل حاجه الحمد لله بفضل الله عند ربنا يعني. الحمد لله وشغالين كويس قوي في السوق، وربنا يوسع يعني ان شاء الله واللي فيه الخير يقدمه ان شاء الله. باذن الله بقى احنا هنستاذنك بس هنحط رقمك في الوصف بتاع الفيديو والعنوان بتاع المنطقه، لو حد يعني من الناس عاوز يتواصل معاك يعني ولا اي حاجه مش اي مشكله. اللي يجي من طرفك على دماغنا يا باشا تحت امر حضرتك، واللي يجي من عندنا من عند حضرتك تحت امرك يعني في اي وقت. كل حاجه بفضل الله موجوده يعني الحمد لله. مصنع متكامل بفضل الله يعني، ونعمه عند ربنا والتوفيق من الله. والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. دلوقتي هنا بنحضر في الخلاط عشان نعمل نسبة تجانس، وبعدين الخلاط بيرفع للمكبس. طبعا المكبس لازم يكون فوقه فيدر طبعا عشان خاطر ينزل المكبس في استخدامه. وفي بقى اللي هو الميكسر بقى اللي هو العجانة لازم منها عشان خاطر يخش البخار كمية البخار ويعمل بقى عملية جلتنة. وبعد كده بينزل المكبس بقى بينزل على غربال، والغربال بيدي ساقيه والساقيه بتدي المبرد طبعا مهم جدا عشان يقلل نسبه الرطوبه اللي في العلف ويشيل كل الرطوبه اللي في العلف، والعلف هتبرد. وبيطلع بقى المبرد بينزل فيه مفتت وفي على طول بينزله احنا بقى. لو هو علف هيبقى مثلا نامي او حمام بينزل بقى على الغربال على طول. لكن لو احنا نعمل بادي بنفتته، مفيش بادي بنحوله على طول بينزل على الغربال بيغربل ويطلع بقى في الخزان على الساقية، يطلع الخزان على المنتج النهائي.
وكده بيكون تمت مرحلة الإنتاج علف الحمام زي ما انتم شايفين قدامكم الوضع يعني بإذن الله يعني، وبالتوفيق إن شاء الله. ده الغربال، ده غربال عشان يفصل النعمة من الخشنة. النعمة بتنزل بترجع تاني على الكبس، والخشنة بتطلع بقى ايه المنتج النهائي. زي ما احنا شايفين كده. ايه ده بقى اللي قدامنا ده اللي هيجي تاني ده؟ الحاجات اللي بترفع دي عشان نوضح للناس بس. دي ساقية، سير بيرفع، بياخد بالقواديس، بياخد العلف يرفعه في خزان المنتج النهائي، وكده بقى بيتم التعبئة وتحمل بقى على العربيات على طول بإذن الله بفضل الله يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.